عمرك جربت تسأل خبير؟ هو انت بتعمل اللي بتقوله للناس؟ او شفت دكتور بيغلط غلطة المبتدئين؟ اوفلاين بودكاست، احنا بنشد الفيشة علشان نطلع الاجابات دي. وده مش بودكاست عادي، احنا في منطقة شك وريبة وضحك. بنلعب مع ضيوفنا لعبة الكروت المكشوفة وقوانين اللعبة. الضيف بيسحب كارت والموضوع اللي يطلع له هيجاوب عليه بكل صراحة ومن غير تفكير. عندنا كارت علامة الاستفهام، وده منطقة الخطر، بنسأل فيه سؤال شخصي جدا ملوش علاقة بالمهنة. وكمان عندنا كارت الجوكر، وهنا الآية بتتقلب والضيف هو اللي بيمسك السكينة ويذبحني بأي سؤال يجي على باله فداء للبشرية. وضيفتنا النهاردة الأستاذة إيناس شحاتة، لايف كوتش. جاهزين نشد الفيشة؟ يلا بينا. مساء الفل يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وحضرتك بصحه وسلامه. احنا النهارده جايين نلعب وجايين نضحك كده ونقول حاجات خفيفه، فعرفت اللعبه خلاص، احنا شرحناها سوا. اوكي يلا بينا. يلا. هنبدا اول حاجه ان احنا نسحب الفقره الاولى. اول كارت. كارتين ماشي، نسال كارتين مش مشكله. الترجمه الفوريه. الترجمه الفوريه ماشي. طيب في الترجمه الفوريه بيقول ايه؟ تملي واحنا بنتكلم تلاقيه بيقول لك ايه؟ انا ما كانش قصدي، بس انا بحبك جدا، بس تملي بس دي بتيجي بعدها سواد او مصيبه، يعني احنا ما بيجيش بعدها حاجه حلوه. هل ده ليه علاقه بالترجمه اللغويه العصبيه او سوري البرمجه اللغويه العصبيه او في حاجه زي كده؟ بص، هو احنا عقلنا اللاواعي ما بيفهمش النفي. يعني انا مش عايزه اشوف قطه سودا، على طول هتشوف قطه سودا. فانت تمام. لما تقول انا مش عايزه اضايقك بس مش عارف ايه، دي على طول بنفتكر ان انت جاي فعلا تضايقني. فانا العقل بيترجم كل اللي انت هتقوله على انه في احداث سلبيه هتحصل، في حاجه مش احسن حاجه انت هتقولها، يبقى انت اكيد هتضايقني. طالما انت قلت مش عاوز يبقى اكيد انت هتضايقني. فبيفضل يفسر عقلنا اللاواعي الكلام بتاعك اللي لسه ما قلتهوش بشكل سلبي، مهما كان الكلام اللي حضرتك هتقوليه بعد كده، صح؟ مهما كان خلاص انا متوقعه، لان العقل بيجيله زي توقعات سلبيه للحاجه اللي انت لسه ما قلتهاش. فالعقل ما بيفهمش النفي، لكن احنا ممكن نبدل طريقه التفكير او نبرمج عقلنا بشكل مختلف، ان احنا نشوف ايه النيه الايجابيه وراء الكلام اللي هو ناوي يقوله. يعني نحاول نفكر بطريقه ايجابيه، نحاول نستنبط الكلام بتاعه انه اكيد في قيمه هو عايز يقولها لنا من ورا الكلام ده. طب السؤال بقى، ليه المخ ما بيترجمش كلمه لا؟ يعني ما بيعرفش هو كلمه لا، هو بيعرف جمل اللي على بعضها. لانه العقل اللاواعي بيفهم الجمل اللي بدون نفي، اللي هي يعني مثلا انا مش عايز اشوف فيل الازرق. هتشوف، لو انا قلت لك دلوقتي ما تشوفش فيل الازرق، ما تشوفش فيل الازرق، هتتخيله هتشوفه، هتجنن خلاص. هو لازم هتشوفه. فالهو دي طبيعته، العقل اللاواعي ما بيفهمش النفي. طيب ازاي في البرمجه اللغويه العصبيه بيعلمنا ان احنا نقرا السطور اللي ما اتقالتش او الكلام اللي ما اتقالش؟ يعني لو حد بيقول كلام حلو بس تعبير وشه مثلا انه ايه الجمال ده مثلا، يعني فهل احنا نقرا تعبير وشه ولا نحس كلامه اللي احنا حسيناه؟ احنا الاتنين مع بعض. احنا بنعرف نقرا اللي قدامنا عن طريق الأنظمة التمثيلية اللي هو بيعملها قدامنا، بطريقة الكلام، بنبرة الصوت، بالبادي لانجوج قدامي هو بيعمل ايه. احنا بنقرا اللي قدامنا عن طريق اللي احنا بنشوفه منه، عن طريق كمان احساسنا، عن طريق تجاربنا السابقة معاه، ايه اللي احنا الفيدباك، ايه اللي احنا عارفينه عن الشخص اللي قدامنا. فبنترجم ده عن طريق ان احنا لما بنقعد قدامه بنعرف نقرا الشخصيه اللي قدامنا هتقول ايه وتفسير كلامها. طب بس معلش، هل ده معناه انه كل الذكريات والحاجات اللي انا مريت بيها بدوس زي زرار اول ما بسمع جمله كانه بيرجع الفايل، لا استنى نطلع الفايل، الكلمه دي اتقالت فين، كنت مبسوط، كنت متضايق، كنت كذا؟ احنا عندنا ذكرياتنا مرتبطه جدا في عقلنا اللاواعي بالصوره الذهنيه. الصورة الذهنية لما يحصل حدث معين مثلا في الحياة،
ايه اللي بيحصل؟ احنا بيجيلنا صورة ذهنية للحدث ده، بنفتكرها عن طريق صورة ذهنية. أوكي. نفتكر وقتها مشاعرنا، افكارنا، احاسيسنا تجاه الموقف كانت عاملة ازاي. دي اكتر حاجة الجسم بيخزنها، المشاعر والافكار واحاسيسنا كانت عامله ازاي. وبيبقى فيه زي رابط في دماغنا كده، ان لو حصل الحدث ده او حصل حاجه مشابهه بنفتكر الذكرى اللي فاتت. تمام. طيب احنا كده خلصنا ايه الترجمه الفوريه، تمام، وده اول كارت كده خلصنا منه. اوكي. فين اول كارت؟ هو ده اللي محطوط؟ ده اول كارت. خليه كده جنبنا او هاتيه، انا عندي. ماشي، خلينا بقى ايه نسحب الكارت اللي بعده. انا ببرمج نفسي. في كذا سؤال موجود في الفقره دي. يعني ناس كتير قوي بتتعرض في حياتها، بتبقى شغاله مثلا، بتشتغل ما بيعرفش يحقق التارجت بتاعه، عايز يوصل لحاجه ما بيعرفش يحققها، فبتلاقيه على طول يقول لنفسه اصل انا فاشل، اصل انا ماليش حظ. هل كتر الكلام اللي انا بكلمه مع نفسي ده ممكن يخليني بعد كده ابقى فعلا بني ادم ما عنديش حظ او بني ادم فاشل؟ طبعا اكيد. لانه الافرميشن، انا دلوقتي بحدث نفسي ايه، الحوار الداخلي، انا بحدث نفسي ايه، ايجابي ولا سلبي؟ لازم يبقى في عندي الافرميشن بتوكيد ايجابي مش سلبي. لو فضلت اقول نفسي انا فاشل انا فاشل انا مش هنفع، انا بوكد حاجات حصلت من الماضي انا فشلت فيها وبستدعيها الذكريات السابقه انها تحصل دلوقتي فعلا في المستقبل. والعكس، لو انا فضلت بقى اقول لا يس اي كان، انا هنجح ان شاء الله، انا هوصل، انت كده بتدعم نفسك ايجابي، بتساعد نفسك انك تمشي سمول ستيبس لغايه ما توصل لهدفك، خطوات قصيره تحققي الهدف او تقسمي الهدف بتاعك لحاجات صغيره. بالظبط. لكن لازم تفضل تقول لنفسك كلام ايجابي طول الوقت. انا هقدر، كانك في تشالنج انك هتوصل للي انت عاوزه او للهدف اللي انت بتتمناه. كل ما هتقول لنفسك حاجات ايجابيه وتكرر ده كتير مع نفسك، ان انا هقدر، ان انا قدرت قبل كده ان انا اوصل للي انا عاوزه، وان شاء الله هقدر اوصل في المستقبل للي انا عايزه، وطول الوقت تفضل تكررها وتعيدها وتزيدها، ده هيبقى نمط عندك. معلش بس عشان إيجابي. الناس اصلا انا هيربطوا ده بفيديوز احنا شفناها على تيك توك. عايز بس افهم الناس انه ده مش لدرجه ان انت تبقى قاعد في وسط ناس او قاعد كده وانا قوي، انا بس عشان بس الناس تبقى عارفه بس الكلام ده. لا مش للدرجه دي. اصل احنا بنشوفنا الحاجه. لا مش خارجي عشان بس الناس ما تربطش. لا يعني ده انا بقوله جوه نفسي. صح. ده كلام انا اللي بحدث نفسي، انتويشن، كلام داخلي جوه نفسي انا اللي بتكلم بيه دايما. وان انا كاني بحفز نفسي على اني اوصل للي انا عاوزه، اللي هو هقدر يعني ان شاء الله. طبعا اي تارجت بعيد بس لا هقدر اجيبه ان شاء الله. وعلى فكره انت بتساعد نفسك طول الوقت انك فعلا ترسم الهدف قدامك وانك فعلا توصل. طيب ماشي، كويس ان احنا بس ايه فصلنا عشان بس انا عارف الناس بتربط حاجات ما. ايش. طب خلينا نسال السؤال التاني. لو انا شخص عصبي ونرفي عالي، هل اقدر ان انا اوجه نفسي انه او اسيطر على نفسي ان انا مش هينفع اتعصب في لحظه الغضب دي، لا ده انا هفضل احاول ابقى طبيعي لما حد ينرفزني معلش؟ كل انسان يقدر ان هو يغير من نمط شخصيته للاحسن ويطورها للافضل، بس بشرط انه يقرر ده داخليا، يبقى عاوز يتغير فعلا. رب العالمين قال كل لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني رب العالمين ادالنا الموضوع بمنتهى البساطه والسهوله. صح. لو انت مقرر انك تتغير فعلا هتتغير، بس تشتغل على نفسك بقى. طب نعملها ازاي دي؟ اول حاجه ان احنا لو احنا في سيتويشن او موقف معين وحصل ان في حد تريجر او موقف حد ضايقني او حد هيستفزني، انا ببقى مسجله لنفسي افكار ايجابيه ان انا اقدر ادير الحوار بشكل هادي. ما بقاش يعني كرد فعل، لا ابقى حاطط في دماغي افكار معينه مبرمج نفسي عليها، انه وقت الحدث ما يحصل ولو حد معين مثلا استفزني او ضايقني او اي موقف حصل فعلا يستدعي اني اكون غضبان، لا انا مبرمج نفسي بكلمات ايجابيه، اني اكون واخد تمارين تنفس، اخد نفس عميق، اني اهدي نفسي، اني ادي لنفسي وقت تايم معين كده عشان ارد. قصدك يعني ان انا اعمل سيناريو للحاجات دي؟ بالظبط طبعا. ترتب نفسك طبعا وتبرمج عقلك على كده. في ناس ممكن تنسحب بدل ما تغضب، في ناس ممكن تقعد على الكرسي وتهدى، تعد مثلا لغايه 6، تعد اي رقم في دماغها تهدى. فكل دي اساليب احنا بنساعد الشخص ان هو يعود نفسه على انه يبقى هادي بدل ما يبقى رد فعل. طيب ما هو في ساعات حد يجي يقول لك ايه،
اصل انا جربتها برضو قبل كده بامانه يعني. فكنت متنرفز، حد تنرفزني فقمت وسبت المكان خلاص، ورجعت بعدها بفتره فاتفتح الموضوع تاني فاتنرفزت تاني، فبقيت قايم عامل زي بندول الساعه، كل شويه حد ينرفزني اقوم اطلع ما هو وارجع. انت اكيد مش هتبقى ما يبقاش رد فعلك تلقائي، صح. لازم يبقى رد الفعل محسوب. انت حاسب انت هتعمل ايه، تبقى مركز على تصرفاتك، رد فعلك يكون عامل ازاي، لانه مش احسن حاجه ان انت تغضب. لو غضبت ما انت ممكن تخسر القعده، ممكن تخسر الجوله، ممكن تخسر الكلام، ممكن او اخسر وجهه نظري، ممكن كمان انت ذات نفسك تلاقي نفسك بتقول حاجات مش احسن حاجه. صح. وقت الغضب صح. بتفقد السيطره على التفكير اصلا. كمان من الحاجات المهمه قوي في العلاقات ان لما يحصل اصلا غضب لازم نفصل اللي موجودين مع بعض دول، ما ينفعش الاتنين يتصالحوا حتى ولا يتفاهموا، نفصلهم لغايه ما يهدوا، وبعد كده نبتدي يبقى في حوار بناء وهادي بينهم علشان يعرفوا يبقى التاني يسمع. بالظبط، لانه ما بيسمع، يعني الغضبان ده اصلا ما بيسمعش، ودانه ما بتسمعش، فصلها خلاص، لا بتسمع ولا بتركز، بيحصل له تشتيت ذهني عن كل الحوار المفروض يتكلموا فيه. ماشي. طيب انا ببرمج نفسي دي كده برضو خلصت. ناخد بقى السؤال اللي بعده. يلا بينا نسحب بقى الكارت اللي بعده. ذكرياتنا اللي بتتحكم فينا. ذكرياتنا اللي بتتحكم فينا. طيب في حاجه مصطلح وانا قاعد بذاكر يعني البرمجه اللغويه العصبيه، لقيت في حاجه مصطلح اسمه الخريطه مش هي الواقع. بالظبط، مظبوط. تمام. وبعدين حسيت انه الخريطه مش هي الواقع ده معناه ان انا بدور على حاجه او برسم طريق لحاجه انا لازم امشي فيها، مش هي اللي بتبقى موجوده. فعايزين نفهم المصطلح ده للناس، لانه فعلا كل واحد فينا له خريطه ذهنيه في دماغه عن افكاره، مشاعره، خبراته السابقه. هل هي دي الواقع؟ لا. مش هي الواقع. قصدك الحاجات اللي في الماضي. كل واحد له خريطه ذهنيه معينه خاصه بيه. كلنا مختلفين يا استاذ وائل، محدش فينا شبه التاني. صح. لا في الذكريات ولا في الموقف، حتى الاخوات وحتى التوأم، لا في الذكريات ولا في المواقف ولا في المشاعر. فكل واحد فينا بيبني ذكريات معينه في موقف معين بتفضل متخزنه من الماضي لغايه دلوقتي، فما بتبقاش تدل على الواقع، عمرها ما هتدل على اللحظه الحاليه، بتبقى مجرد جزء من كل. يعني معنى كده ان انا ذكرياتي دي انا اللي حصلت معايا قبل كده انا ممكن استرجعها بعد كده. ايوه طبعا. وفي موقف تاني مثلا لحظه حب مثلا استرجع حاجه حصلت طبعا. لحظه وجع طبعا. استرجع حاجه حصلت طبعا، واطبق عليها وهي مش ده الواقع، اطبق عليها اللي حصل قبل كده. ايوه، بس من الحاجات المهمه بقى ان احنا نبرمج عقلنا بشكل ايجابي. يعني لو في احداث حصلت مثلا في الماضي وكانت مؤلمه جدا، لو حصل حدث مشابه هستدعي كل الذكريات بكل صح. المشاعر المؤلمه، بكل المشاكل. بالظبط. فلو انا غيرت اصلا طريقه تفكيري، ولما استدعي الذاكره ان انا او الذكرى الماضيه يعني انها لما تيجي قدامي خلاص انا غيرت طريقه تفكيري من ناحيتها. فبالتالي طالما غيرت طريقه تفكيري او مشاعري اتغيرت ناحيه الذكرى، خلاص لما يجي حاجه شبيهه مش هتاثر زي ما حصل قبل. لكن هتعامل معاها بالواقع زي ما كان موجود بالواقع، هتعامل معاها بالظبط بالوضع الوحيد. المهم برضو يا استاذ وائل وقت الحدث لازم الواحد بيعيش في وقت الحدث بمشاعره وافكاره صح. واحاسيسه، ما بيبقاش قادر ياخد قرارات صائبه قوي. لكن لما ينتهي الحدث يقول بس انا لو كنت عملت كذا ليه، عشان خرج بره المشكله. ده في ناس كتير بيحصل معاها القصه دي بالظبط. انا لو كان هو قال لي كده كنت رديت عليك كده. لما بنخرج بره المشكله بيجي لنا احساس ان احنا مش عايشين فيها في التجربه بكل مشاعرنا وعواطفنا، فبنبدا بقى بنبتدي نبقى عندنا اوير او وعي اكبر، او نبتدي نشوف المشكله بنيو فيجن، برؤيه مختلفه. بالظبط. طيب انا النهارده في حاجه مخوفاني، هل عندي القدره كبني ادم ان انا اصغر حجم المشكله الموجوده او اكبرها؟ يعني ده في ايدي؟ ايوه، احنا عندنا لما بيجي لنا الكلاينت بنقدر نشتغل معاه بتكنيكس حلوه جدا. بندخله بنخليه يفتكر المشكله اللي حصلت كلها، وندخله جوه المشكله بكل افكاره ومشاعره واحاسيسه، ونقول له تخيل ان الانسان اللي قدامك اللي انت غضبان منه او اللي عليه اثوريتي عندك صغر، وتفضل تتخيل انه كانه فعلا حجمه صغر. تخيل انت ممكن يبقى احساسك ايه، او العكس انت اللي كبرت وحسيت ان انت اكبر واوعى، هيبقى احساسك عامل ازاي؟ هيجيله ساعتها وعي ان المشكله فعلا صغرت، وساعتها هيقدر يواجه الشخص ده بقوه، بوعي، باريحيه، بدون خوف،
وبدون قلق، ويقدر ان هو يتعامل في الموقف بصلابه ويعني قادر يدير الموقف، قادر يواجه الموقف. بالظبط. اصل في ناس ما بتبقاش واخده بالها من حاجه، انه اللي انت بتفكر فيه هو اللي انت هتشوفه. بمعنى انا النهارده لو انا خايف مثلا من حاجه معينه ودي مسببه لي ازمه، وبرضه حضرتك صححي لي يعني، ومسببه لي ازمه، لو انا فضلت قاعد اديها حجم ان هي مسببه لي ازمه مش هعرف اتخطاها، واي حاجه هتعدي هتاثر بيها بنفس الطريقه. الحاجات الامراض زي القلق المرضي بنفضل نتوقع اسوأ السيناريوهات، صح. مع ان ممكن اصلا لو حصل الحدث ذات نفسه ما يحصلش كل ده. فاحنا اللي بنجيبه لنفسنا لما نقعد نفكر ونتوقع سيناريوهات سلبيه كبيره ونضخم فيها. لو احنا صغرنا كل المخاوف عندنا، الامور هتختلف 160 درجه. هتلاقي ان الامور بقت ابسط واسهل وايسر. الخوف ده من ابشع الاحاسيس اللي بتيجي للانسان على مستوى العالم. الاحساس بالخوف هو اللي بيأثر فينا عكسه احساس الامان. كل ما يبقى الانسان عنده احساس بالامان واحساس انه امن، بيحس ان هو قادر يدير جوده حياته بشكل افضل. طب وانا بقرا في الموضوع برضو عشان اقدر ان انا اتكلم مع حضرتك، كان في حته الخوف، احنا لما بنيجي بنبقى خايفين برضو او بيبقى في مشكله او حاجه، قريت تفسير ليها بيقول انك انت من كتر ما انت متوقع حاجه وحشه، او حتى لو متوقع حاجه حلوه، ما بتشوفش بقيه الفرص اللي حواليك، بتهملها. يعني انت مثلا النهارده ده انا هروح النهارده التصوير متاخر، فمش هلحق اعمل مونتاج، فمش هلحق اعمل حلقه، فالضيفه هتتاخر، فهنتخانق مع، فبفضل قاعد ما بشوفش الحاجات التانية اللي كانت ممكن تنقذ الموضوع. عشان انت متوقع كله سيناريوهات سلبيه، مش كده؟ مفيش سيناريو واحد ايجابي. شوف الخوف سيطر عليك ازاي. طب لو انا دلوقتي متخيل السيناريو الايجابي، هبقى مطمن، هبقى مش متشتت، هقدر اركز، هقدر انجز، هقدر احقق اللي انا حتى لو حصلت حاجه مشكله هقدر اخدها واروحها. بالظبط. هتقدر تدير المشكله بمنتهى الاريحيه والسهوله. الخوف من الحاجات اللي سيئه جدا. لا كمان بتخلي الانسان متصلب الفكر ومتجمد، مش قادر ياخد قرار. ده حقيقي. طيب احنا كده خلاص وعرفنا التكنيكس، ان هو لما بيجي عند حضرتك بتدخليه في المشكله وتفاصيلها، مش كده؟ ايوه. بتخليه يسترجع كل الاحداث والحاجات اللي حصلت. بنخليه يسترجع كل الاحداث ونقول له كنت شايف ايه وحاسس بايه، والاحساس ده موجود فين في جسمك. بنبتدي كانه نحسسه كانه دلوقتي اسوشيتد جوه الحدث نفسه. وبعد كده لما يعيش كل التجربه ويبتدي يصغر المشكله قدامه وتصغر، ويحس ان هو قادر يكون اقوى منها، بيبتدي يخرج براها ويلاقي ان الموضوع كان بسيط جدا. ماشي. دي كده في ذكرياتنا اللي بتتحكم فينا، والمونتاج اللي قاعد شغال في دماغنا ده واحد بيعمل لنا افلام تانية. ده كده كارت وخلص. اوكي. نخش على الكارت اللي بعده. نخش على الكارت اللي يلا بينا. برمجه ولا هبد؟ برمجه ولا هبد؟ في برمجه ولا هبد هقول لحضرتك شويه مواقف وهترد عليا يا برمجه يا اما الكلام ده هبد مش موجود. أوكي. ماشي. طيب في برمجه ولا هبد بيقول لحضرتك قانون الجذب، فكر في العربيه المرسيدس هتلاقي نفسك جبتها. دي حقيقه. ده برمجه. بص، كل ما انا هبرمج عقلي على الحاجات الايجابيه، ان انا هوصل للحاجه اللي انا عايزها، هنجح، هبقى غني، هبقى بطل مثلا، كل ده فعلا بيخلينا نتوقع السيناريوهات الايجابيه في طريقنا ونمشي بيها. بالظبط. كأن احنا بنجذب لنفسنا ازاي مهارتي اعليها، ازاي قدراتي انميها، ازاي ان انا اساعد نفسي عشان اوصل. كأن عقلنا بيخلينا نصدق ان احنا فعلا ده حصل، ونمشي في الطريق اللي يوصلنا في الاخر للتارجت. بيمشينا في الطريق ده لوحده. خلاص احنا مصدقين في نفسنا. حديثنا الداخلي، حوارنا الداخلي ايجابي طول الوقت، طول ما احنا وخلي بالك ده بيبقى انماط احنا معودين نفسنا عليها. على حسب. مهم جدا ان احنا نكرر ده علشان عقلنا يصدقه. ماشي. طيب السؤال التاني، الحب من اول نظرة كيمياء حقيقية ولا عقلنا بيسكن لنا صورة قديمة احنا كنا شايفينها قبل كده؟ الحب من اول نظرة طبعا كيمياء، لانه لما الانسان بيشوف حاجة هو كان بيتمناها او حاببها، فعلا في هرمونات بتفرز في الجسم زي الدوبامين والادرينالين، وده بيساعده جدا ان هو بيرسم نتيجة ان هو بيبقى عنده صورة ذهنية في الماضي حصلت قبل كده، شاف حاجة مشابهة رفعت عنده الهرمونات دي، وبالتالي بيبقى فعلا الحب نتيجة ان في كيمستري فعلا اتفرزت حصل بين الاثنين. الكيمستري دي
بتساعد الانسان ان هو ينجذب فعلا للشخصيه اللي قدامه ويبقى فعلا حاببها. بس ده مش شرط يبقى ما بين الطرفين، ممكن من طرف واحد بس. على حسب الشخصيه. يعني ممكن يبقى حب رابع من طرف رابع. هو يعني الحب من اول نظره من الحاجات الجميله جدا، بس طبعا يعني المفروض ان احنا ما نبقاش ليها دواعي بالظبط. تانية. لا وكمان ما يبقاش هو ده الاساس. لازم يبقى طبعا في عوامل اخرى، دواعم تانية اللي هي بقى الفكر ان احنا متفقين مع بعض بالزبط. فكريا، الحياه الاجتماعيه وخلافه. بالظبط كده. طيب ماشي. طيب لازم اشرب قهوه علشان افك، دي حقيقه وترجمه فعلا برمجه، ولا عباره عن سيستم انا عملته لنفسي؟ سيستم انت عملته لنفسك وليميتنج بليف. صح كده؟ ايوه. طبعا في حد ورا الكاميرا كان عمال يهز راسه فرحان ان هو اهو موجود اهو. ان هو سيستم، وطلع سيستم يا اخويا، طلع سيستم يا حبيبي، اتبسط بقى. ففعلا انت دلوقتي اللي بتفضل تفكر ان رابط، كانك عامل رابط جوه دماغك. انا مش هبقى مركز او نشيط غير لما اشرب قهوه، كأن انت مخلي نشاطك وتركيزك على عامل خارجي، مع ان هو المفروض يكون داخلي. يعني انت دلوقتي تستدعي حاله النشاط وتفصل نفسك عن القهوه. صح. والقهوه تبقى اختيار، انت حر تاخد قهوه او ما تاخدش، لكن مش هي المفتاح. مش هي المفتاح. لكن انت اللي بتبرمج عقلك عليها. ماشي. طيب التنويم الايحائي، وده غير التنويم المغناطيسي. ايوه. يعني ده الاسم العلمي المفترض ان احنا بنستدعي الذكريات من اللاوعي، مظبوط؟ أيوة. طيب هل ممكن فعلا حضرتك توصليني لمرحله التنويم الايحائي وتخليني اعترف بكل اسراري وابقى عاملين زي المشهد بتاع المسرحيه يا هاني سامحني انا وديتك في داهيه؟ لا اكيد لا. مفيش حد بيبقى عايز يقول حاجه على غير ارادته ابدا. تمام. اي حد عاوز يعترف او يتكلم او يقول اللي جواه بيكون من نابع من كل من جواه. بالظبط، من ارادته كامله. امال فكرته ايه بقى التنويم الايحائي؟ احنا بنعمله علشان نعمل تهدئه للجهاز العصبي، نعمل حاله من الاسترخاء، نعمل نساعده على انه يبني افكار ايجابيه، يبني روابط عصبيه ايجابيه، يعمل تمارين للتنفس، يعمل حاله من الاسترخاء للجسد، يهدي جسمه كله فيبقى منفتح على اي معلومه بتتقال. صح بالظبط. بنعمله يعني ايه، بنعمله كانه فصل عن الاحداث اللي طول الوقت عامله له ستريس وشد اللي حاطط نفسه فيها وضاغط نفسه فيها. بالظبط. الحمد لله. طيب امسح ذكرياتك. هل ممكن نمسح من دماغنا او تمسحي من دماغي ذكرى الاكس اصلا، ولا ده من مفيش حاجه اسمها كده؟ لا مستحيل. مفيش ذكريات نقدر نمحيها ابدا على الاطلاق. الذكريات بتبقى مرتبطه بدوائر عصبيه موجوده جوه دماغنا. الذكريات ممكن ان احنا نهدي من وطأة او حدة الألم يعني لما نفتكر الذكرى عن طريق برضو احنا بنستخدم تكنيكس معينة تخليه لما يفتكر الذكرى يقدر يفصل مشاعره عنها. لان ساعات الذكرى بتيجي محملة بالألم. صح. خوف، ألم، ما ده اساسها وجع. اصلا يعني كفكرتها. فاحنا لما نفصل شوية او نهدي حدة تأثير الألم او الخوف على الجسد وعلى الانسان، ده بيساعده جدا ان هو يقدر لما يجي يفتكر الذكرى ما تأثرش عليه بالسلب. فمهم قوي ان احنا نحافظ على ذكرياتنا، ان احنا لما نفتكرها ما تبقاش نفتكر حدث من غير مشاعر او نقلل من المشاعر اللي فيه. بالظبط كده. صح. ده الهدف بتاع كل بني ادم، ده الهدف في التكنيكس اللي احنا بنستخدمها. طيب بالنسبه بقى لاخواتنا اللي هم بيذاكروا على طول وامتحانات وكده النسيان وقت الامتحانات ده بلوك حقيقي، ولا ده نقص حاجه حصلت له وقت الطفوله بتخليه لما يبانيك او يحصل له حاجه؟ احنا بنربط الامتحان بالبانيك او بالاحداث اللي حصلت في الماضي، وكأن بيحصل لنا فايت اور فلايت، بيحصل لنا احساس ان احنا داخلين في حرب، بنعيش في السرفايفل مود فبنقلق منه. بالظبط. بيجي لنا احساس بالقلق كأن الامتحان ايكوال تهديد. طيب ليه يحصل فينا كل ده؟ علشان احنا مش بندير حالتنا النفسيه وقت الامتحان. من اهم الحاجات مش انك تحفظ، انك تهدي نفسك. لا، كل ما تهدي نفسك كل ما تقدر تجاوب على كل الاسئله بمنتهى الاريحيه. ليه لما بنخرج من الامتحان نقول ده انا افتكرت كذا، لو كنت عملت كذا، ده انا نفتكر كل الاجابات. صح. ليه؟ علشان احنا هدينا، خرجنا خلاص بره التوتر اللي كنا فيه. خرجنا بره التوتر وهدينا. فمهم جدا كل ما ندير احاسيسنا ومشاعرنا وحالتنا النفسيه وقت الامتحان كل ما هنعرف نجاوب على كل الاسئله. ماشي، احنا كده خلصنا الفقره الاولانيه. اوكي. هنسحب بقى سؤال بتاع علامه الاستفهام، وده سؤال خاص بحضرتك.
اوكي. يلا بينا. المنطقه الصريحه. المنطقه الصريحه. طيب في السؤال ده هسالك سؤالين بس جاوبيني عليهم سريعا. اوكي. ماشي. طيب بما ان حضرتك فاهمه السوفت وير بتاع الناس وبرمجتهم والكلام ده كله، هل ده بيخليكي طول الوقت قاعده بتحللي البني ادم اللي قدامك؟ وهل ده بيتعبك في علاقاتك؟ بالعكس، انا مش شايفه ان ده متعب ابدا، بالعكس انا الحمد لله والشكر لله من الحاجات الجميله جدا اللي اتعلمتها انه زاد الوعي عندي. بسبب ان انا زودت الوعي بقيت قادره اعرف الشخصيه اللي قدامي من الاي كونتاكت، وتتعاملي عادي، من البادي لانجويج، من كمان الانماط التفكير، بقرا طريقه تفكيره عامله ازاي، بيسيمستك ولا اوبسيمستك، يعني شخصيه تفاؤليه ولا تشاؤميه. بعرف من اللي قدامي اقراه هل هو هيقدر يتعامل بنفس المنطقه دي ولا بالظبط. ويا ترى بقى الألاعيب دي طبعا بتتقفش، ببقى قاريه ان اللي قدامي ده بيعمل ألاعيب، بيعمل جاز لايتنج. اصل انا كنت هسألك السؤال ده والله. بتاع الألاعيب النفسيه. هل حد يقدر يهكر دماغ حضرتك؟ لا طبعا محدش. احنا عندنا جدار كده بنقدر ان احنا فاير وول. بالظبط، بنقدر ان احنا نفصل نفسنا عن اي حد ممكن يحاول يأثر او يلعب بدماغ اللي قدامه. وده الحمد لله والشكر لله بسبب ان احنا فهمنا التكنيكس وبدأنا نطور من نفسنا كمان طول الوقت. فمهم ان احنا نكون بنشتغل على نفسنا اكتر، وان احنا نطور من نفسنا ووعينا، ونقدر نتعامل في اطار العلاقات بشكل صحيح. ماشي. ده كده الجزء الطيب. اوكي. فاضل بقى الجزء الشرير اللي هو كارت الجوكر. هتسحبيه، تساليني اي سؤال يجي على بال حضرتك على الهوا اجاوب عليه. اي سؤال؟ اي سؤال. طيب ليه اخترت ايناس شحاته لايف كوتش؟ ماشي، لحد كده احنا ننهي الحلقه عشان نقدر نجاوب على السؤال ده. والله يا فندم هقول لحضرتك، احنا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا تيم وبيشتغل، وفاطمه طبعا شغاله جامد في القصه دي. احنا بنختار الناس على حسب التاثير بتاعهم على ارض الواقع ماشي ازاي، وكمان على حسب هم المسج اللي عايزين يوصلوها ايه. هل هم واخدين ده علشان عايزين يوصلوا رساله، عايزين يحلوا حاجه، عندهم علم عايزين يفيدوا بيه للناس، ولا زي ما كنت بقول لحضرتك كده الفيديوهات بتاعت التيك توك، انا جميل وحلو انا امور الحاجات الظريفه دي. فده السبب الاساسي، الطاقه الموجوده عند حضرتك والعلم، الطاقه اللي هي حب التفاؤل والخير والكلام ده، والعلم الموجود عند حضرتك اللي خدناه قبل كده لما كنا مع بعض في لقاء تلفزيوني قبل كده. بشكر حضرتك جدا، فبتبسط جدا، فببقى عايز ناس عندهم طاقه كده ويعرفوا. ثالث مره مع حضرتك يا استاذ وائل بجد والله، وما شاء الله برضو انا عندي يعني تبادل للكلام اللي حضرتك بتقوله بالظبط. فربنا يبارك في حضرتك بجد، انا اللي اتشرفت بيك ده عشان انا جامد بس مش شكرا يا استاذ وائل. ربنا يخليك حضرتك كده، نورتيني في الاوفلاين بودكاست ونورتيني في البودكاست بتاعي المتواضع.